پرسە بيتك عالث واخذم بمدينة صادث ملكوش ما يونا حاسولي كل دحط ثلوخ شبحا الأب والأبر والروح قديشا أهلنا يا ربنا وإلهنا أن ندخل على قدس أقداسك السامي الرفيع وقد طارت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة فنقف أمام مذبحك المقدس بالطور والنقاوة والقداسة في هذا يوم ميلادك وسكناك بيننا لكي تقاسمنا الحياة بمرها وحلوها. نطلب إليك يا وليد المغارة أن تمن على بلادنا بالسلام والأمان وتحفظ شعبنا وتحفظ وطننا وتحفظ جميع الذين ينادون باسمك، فنقدم لك الحمد والشكر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. أحاي حبيباي صلاة عليه.
دشنا يوسف كحمل شيء كان أحد إننا نقيم ذكر ربنا وخلصنا محمد الأنبياء والأنبياء مستقيم الساكرة في صنخ ملكوت ملكي شابح صديق المريم على عطرت بسمم نود خرانم لبثوا مريم يولد الله ذي شبه قلب البر والروح قديشم على عطرت بسمم نود خرانه الملفون وخانه خين وزادق من العالم عالمين آمين على عطرت بسمم نود العتاقة مريم رحم بصلات مدينة وادخل قديشان إرامر مخمر ملكي حذايا برام التدا بشمايان أو دي ثوب خيان لما يوتان وذقى شام قاد اشتوى مشى بعد فتلد خيث يولد خالو مريم وموت الموتى دوش القتل ويث وحذم ليث يوثى
قد اشتاق قد شاءت الله قد شاءت الله قد شاءت الله قد لما يثاث على قريه ساقري ليس قري إنسان باولش طبنا شمع دام دنشني ثنسا البر من مدسا برناخن وإن ملخ من نوى محرم من عيتها نبع يلفان مشاحل فيه تبلينا دبي يلفان دالو شاري وشالين. من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين بارك الحمد لرب رسول بولس وعلينا مراحمه إلى الأبد آمين. يا إخوتي، كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوماً: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وقال أيضاً: سأكون له أباً ويكون لي ابناً. وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضاً: لتسجد له كل ملائكة الله. وفي الملائكة قال الله: جعل من ملائكته رياحاً ومن خدمه لهيب نار. أما في الابن فقال: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك. وقال أيضاً: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى. تطويها طي الرداء فتتغير،
وأنت لا تنتهي أيامك. ولمن من الملائكة قال الله يوما: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص. بارخمور. قادشت مراني شوم شيحوم كرزو ثمحياني ثد من يوحنان شليحوم مخرس حايا فرقانام زبناخيل دب يلدد مران والوهان وفرق دلان يشوع مشيحان ملثد حالو دد باسار من بثلتا قادشتا مريم هولندين وخان هواين قال يوحنا الإنجيلي: في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله كان هذا في البدء لدى الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة هي نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركهم كان إنسان أرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الجميع على يده لم يكن هو النور بل ليشهد للنور
كان هو نور الحق الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. في العالم كان، والعالم به كان، والعالم لم يعرفون. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه وهم ليسوا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل وسكن بيننا، ورأينا مجده مجد الوحيد من الآب المملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصاح وقال: هذا هو الذي قلت فيه إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، لأنه أقدم مني، ومن ملئه نحن بأجمعنا أخذنا، ونعمة بدل نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح كان. حقا والأمن والسلام لجميعكم، والرب يبارك عليكم. ولروحه القدوس محيينا الآن. ولد المسيح، هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح. أحبائي الكرام، إخوتي المؤمنين، مع دعائكم في هذا يوم ميلاد الرب وصلواتكم، أرفع صلاتي إلى رب السماء أن تكتمل مشيئته بيننا، وإن كان مستطاع أن يمن على بلادنا بالسلام والأمان، وأن يوفق حكامنا ورؤساءنا، وأن يزيل عنا هذه الأوبئة، ويمنح الشفاء لمرضانا وجرحانا، والراقدين في المشافي وفي البيوت، والذين هم بحاجة إلى عزاء ليعزيهم. من أجل جميع المحتاجين هذه النعمة إلى رب السماء أصلي مع دعائكم ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الجوهر الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلى في عهد بلاط والبنطي تألم ودفن وصعد في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجعل السماء الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له الناطق قادش أبو قادش وقادش أبو قادش وحي قادش صلوا لأجل يا إخوتي وأحبائي أيها الثالوث الأقدس. من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء، تجاوز عن خطايانا وعن خطايا وآثام جميع الذين يدعونك. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى الذين سبقوا فرقدوا، لا سيما الأحياء والأموات. أيها الرب الإله امنحنا موهبة روحك القدوس، أهلنا جميعا لنتبادل السلام بقلب طار ومحبة إلهية، فنرفع إليك الحمد والشكر إلى ابنك الواحد روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. لنعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. أهلنا أيها الرب إلهنا من بعد هذا السلام المقدس المعطى لنا لنحني رؤوسنا أمام الرب الرحيم، أمامك أيها الرب إلهنا. فليكن معنا فيما بيننا يا رب حتى منتهى الدهر أمنك وسلامك وحبك الصادق مراحمك الإلهية الأزلية، فنرفع إليك الحمد والشكر إلى ابنك الواحد روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. المجد لله في الأعالي، المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وعلى الأرض السلام، وعلى
المجد لله المجد لله في الأعالي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وعلى الأرض السلام وعلى الأرض السلام وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة المجد لله. نجد أمامك يا ملك الملوك رب الأرباب ونتضرع متوسلين إليك أن تنظر إلينا بعين الرحمة وتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد ونرفع إليك الحمد والشكر إلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين. فلنقف حسنا يا أخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها الكاهن الورع ويقدمها عنا لله الآب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا لتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة روح القدس وحلوله مع جميعكم إلى الأبد. لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوق الآن لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب ولائق أمامك لماثل جمهور الكروبيم ذوي الأربعة الوجوه وصفوف الصار وفي ذوي الستة الأجنحة ومنشدون الحال النقية وتراتيل إلهية ويصرخون هاتفين وقائلين قدوس 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 أنت الرب القوي الإله الصباح السماء مملوءتان من مجدك العظيم أشعر الأعالي مبارك الآتي باسم يا طفل المغارة يا من سكنت معنا وبيننا وفينا اجعلنا يا رب أن نظهر ونعمل إيماننا كما تشاء أن نكون تحت إرادتك فمن علينا بالسلام والأمان وقدس هذا الخبز وهذا الخمر ليكونا مأكلا حقا لمسيرة حياتنا. قدوس 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 أنت أيها الرب المملوء مراحم قدوس روحك ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح رب الكل قدوس روحك القدوس المحيي قدوس أنت يا واهب الخيرات
لأجل خلاصنا تجسد وحيدك من البتول الطاهرة والدة الله القديسة مريم، ونجانا وحررنا من العبودية بتدبيره الإلهي. هاوت خاذ وحنا في برنا شلوم اشتعل فونويث الوذ حاشو صبيون ويويث وذم حاشم عبث حايم نساب لحمه بذا وقادش وثم باريخ وقادش صوي خالو يا بالفيلم ذا وكاذومار سابخ المنن هونو إيثاو بغرودين دحلو فيكون وعلو بساقي مذقصي ومثيب شبقون دحطوه والحايد العالم علمين. وخانو خوص من بوثار دحشم ماز من حمر ما يبارخ وقادش كاذت عيميا بالتلميذة وكاذومر سابشتو من كل خون ونكوسو إيثاو دياثي قعذاتو بدم دحلو فيكون وعلو بساقي مثل شب حصاية حوبه والحاية ذا العالم علمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس إنما تذكرونني حتى مجيئي. نسألك يا ربنا متضرعين يا محب البشر أن تشفق وتتعطف على ساجديك وتخلص ميراثك يوم تشرق في آخر الأزمنة وتجازي بالعدل كل إنسان حسب أعماله. من أجل هذا تتضرع بيعتك بواسطتك إلى أبيك قائلتان ونحن أيضا يا رب نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل لنا من سمائك كالماء فيرفرف على وينقينا نحن ويقدسنا. بارك يا سيد ما أرهب هذه الساعة وأيهب هذا الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخارستيا الموضوعة ويقدسها، فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب اشفق يا صالح وارحمنا. أي كانوا دمان نوثين عبذ اللحم هونو بغرو دمشي حواله ديلان ولمزود بخوصون ودمو ديلين دمشي حواله ديلان. لحم شمايون وقوسينان بشم دابو آمين دبرو آمين ودروحا يقاديش آمين. المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد
المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك إني أبشركم بفرح عظيم ولد لنا مخلص وهو المسيح المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك شعب سالك في الظلمة أبصر نورا عظيما المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا مجد لك مرينك يا شيخ قضي ليسان قضي ليسان قضي ليسان لنسعد الشكر لله الاب الفريد والسجود للابن الوحيد والتعظيم للروح القدس الفارق لي ما بين يديك نستودع حياتنا أيها الرب الرحيم ونستمد المراحم فاشفق يا صالح وارحمنا يا غفور. ربنا يسوع علمنا وقال لتلاميذه إذا صليت ادخل مخدعك وصل إلى ربك ولكن بطهارة القلوب وصفاء النيات. هو الذي علم تلاميذه قائلا إذا صليتم قولوا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن
جاري ولكن نجينا من الشرير آمين. أجل يا رب لا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم ومع روحك. من قبل تناول هذه الأسرار المقدسة التي تقربت فلنحن رؤوسنا أمام الرب الرحيم، أمامك أيها الرب إلهنا. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا عناق أنفسهم وأجسادهم أمام حنانك، قدسهم وارسهم واجعلنا طارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع نحن ومنيك الحمد والشكر إلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس غير المخلوق الأزلي الأبدي السرمدي المتساوي في الجوهر ورحمته مع جميعكم إلى الأبد. آمين. بارك يا سيد، لننظر بخوف ورهبة. اشفق يا رب وارحمنا. الأقداس للقديسين وللأطهار تعطى. واحد المجد لله. معنا الآب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه ثمينا. معنا الروح الواحد الحي القدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. تبارك اسم الرب من الأزل وإلى أبد الآبدين. آمين. تفضلوا استريحوا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ولد المسيح هللويا. يقول بولس الرسول لما تم ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من عذراء تحت الناموس ليفدي الذين هم تحت الناموس. إنه مخطط السماء، إنها مسيرة الله نحو شعبه. تجسد وسكن بيننا يقول إشعيا النبي ليرفع الإنسان إلى مصاف السماء. إنها مسيرة حب وإيمان تجسدت بظهور الملاك معلنا فرحة ولادة طفل المغارة قائلا للرعاة إنكم تجدون طفلا مضجعا في مذود ملفوفا بقمط. إنه الحمل الذي يبطل حملان التقادم. إنها الكلمة التي أيدها الروح القدس كما يقول القرآن الكريم وأيدناه بروح قدسنا وأرسلنا كلمتنا إلى مريم
إنه المسيح يسوع، هكذا جاء في سورة عمران. فالله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، فيه كانت الحياة والله كان الكلمة. وما الميلاد إلا هذه الحقيقة، إنها رسالة السماء لأبناء الأرض، ولكن لا أحد يدرك ذلك إلا الذي ولد من علو. رسالتنا في أيامها قاسية، نحن نعيش زمانا قاسيا متعبا، وخاصة في عراقنا الجريح. نعيش أن الله ابتعد من الإنسان بسبب الخطيئة، ولكن لا زالت الخطيئة تعمل في قلب الإنسان، فكما يشاء الإنسان يريد أن يكمل مشيئته بدل أن يكمل مشيئة الله. فالخطيئة حلال في حرام، سيدة الموقف، سيدة العبيد والأحرار، عاشقة لوط، حبيبة هيرودس، شهوة داود، كما هي خطيئتنا اليوم. فاليوم كل شيء مباح، هكذا تعلن العولمة المزيفة عبر تلفازها ومذياعها وفيسبوكها وآيباتها، ويبقى صوت البابا بيوس الثاني عشر في الآذان يرن. إن الناس يؤمنون أن لا خطيئة اليوم. فأيامنا قاسية، شوهت حضارتنا بتشويهنا للآخر المختلف، بتهم باطلة، بفساد مقدس، وتبقى الدنيا لطالبيها يزمرون فيها ويرقصون، وبكبريائهم يقيسون مسافات الحياة ليكونوا فيها أمراء. بينما الحقيقة هي أن المولود في المغارة ما هو إلا هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هكذا يقول الإنجيل يوحنا. كما إننا نقدس الدنيا ونكرس أزلامها في الأمر والنهي، فيها نعبد صنم الخطيئة والوثن وحتى الإنسان، ونجلس على كراسي لنحاكم الآخرين الأبرياء كي نبرئ أنفسنا نحن المتهمين، ونستأزر بالمناصب ونبخر الفساد ساعات الفجر والصباح والظهر والغروب والمساء، وكل ذلك مدعين أن الجنة واحة لأحلامنا، فلعلها جنة موعودة كي يدوم زيفهم في تدمير الآخر وقتل الحقيقة. أيامنا قاسية، ومن يقول أنها ليست قاسية ليست تلك الحقيقة. نعم، هجرنا من بيوتنا ولا زال نترك أرضنا، ولا زال الألم حتى الساعة يملأ قلوبنا ويخيم على صدورنا، والغفران سلعة بعناها ولم نشتريها. ورغم ذلك فالمسيحية لا تكره أشخاصا، فهم صورة الله، إذ قال سفر التكوين: وخلق الله الإنسان على صورته، بل نكره أعمالهم الشريرة، وبسببها نشوه صورة الخالق. وإن كانوا يعملون على تطويل لحاهم وعنترة شواربهم وتنوع تسريحاتهم وقصات شعر رؤوسهم باختراعات عولمية مزيفة بكلمات مفبركة، ولم يبقى لنا إلا أن ندرك
عدده ولونه، ولكن لا حيل في ذلك، فالخالق العظيم أسمى. أرادوا أن نكون من أكاديمية الرحيل، وأخذنا نحمل حقائبنا وإن كنا في بطون أمهاتنا بدعوة من إرهاب أو حواء أو مكاتب بيع التذاكر والتأشيرات بشرعيتها أو بسرقتها، ونسينا أن الوطن أغلى من الإنسان، فمن لا وطن له لا وجود له، والتراب ملك الأصلاء، وما قيمة الإنسان بدون وطن؟ فالوطن حضنني في رحم أمي، والوطن أرضعني حليب ترابي، والوطن هلل معي يوم فرحي، والوطن أعادني إليه بالسلام يوم نهاية عمري. إنه لأبي لابني، الوطن لحفيدي، مهما طال أو قصر عمر الإنسان، ولكن الفساد والخطيئة جعلاه بعيدا مرذولا مدنسا، وننتظر منه ساعة تموت رحمته. وما يزيد من قساوتها وجود الفكر الداعشي الذي لا زال يكفرنا ويضعنا في صفوف الغرباء، كما أن الخطاب الديني لا زال ينشد بأننا لا ندخل جنة قد ورثناها أو ورثوها لحسابهم، وما ذلك إلا رسالة إبادة وتدمير للمكون الأصيل. أيامنا قاسية، بدأنا نخاف حتى من ظلنا. بإطلاقة واحدة يكتبون لوحة على قبورنا، عبر أصواتنا ينكرون حقيقتنا، يسرقون أرضنا ويقولون تلك ملك لنا. إنها أيام فيها يشوهون صور قديسينا، لم يعد لنا مكان نسمع فيه حكمنا ونعلن فيه حقيقتنا وخوفنا، فنكتب رحيلنا لساعة الدنيا، ولا يكون للدموع آهات وحسرات، بل هزيمة من دنيانا. بسبب خوفنا تركنا بيوتنا وحاراتنا، قرانا ومدننا، وأمست كنائسنا بلا إنشودا، وأصوات أجراسنا خرساء، وهلهولة العرس بحت أصواتها، كما لا زالت قبورنا تنشد مصليها فلا من مجيب. وربما كان الضياع كما قالت الميذاع عماوس: هل كان قلبنا ملتهبا بنا؟ ولكن مهما كانت الحياة قاسية بمسيرتها، ستبقى أرجلنا تحرث أرضنا وتزرع الرجاء والأمل في حقول قلوبنا، وسنبقى ننتظر حصاد الحقيقة بثمار تعلن أزمنة التاريخ ومسيرة الحضارة، وسنبني قرانا وكنائسنا، وستبقى أجراسنا تدق وتنشد: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. أيامنا قاسية، فقد غرقنا في صراعات مذهبية قومية وطائفية، بل أكثر من ذلك صراعات عشائرية قبلية محلية وحتى وظيفية. ولا يجوز أبدا أن نموت ساكتين، أو أن نصمت صمتا مخيفا ومريبا، أو أن نرحل خوفا، فالمسيح المولود يقول لنا: أنا معكم حتى انقضاء الدهر. أملنا بحكامنا المخلصين، برؤسائنا الأمناء الأوفياء على رعايتنا، بل أكثر من ذلك أملنا في الذي أحبنا حتى الموت ليكون معنا. فالأيام أيام الشهادة والحقيقة، وليست أيام الكذب والتزوير والفساد والمصلحة
والعمومية والعشائرية والطائفية المقيتة، كما أن الكثيرين يقولون لنا كلاما جميلا وطيبا ونحن لهم شاكرون، وكثيرون يفتحون لنا أبواب بلدانهم، وما ذلك إلا من علامات إنسانية. ولكن لا يكفينا قولا، بل ما نحتاج قانونا دستورا يحكم لنا بحقوقنا، يفعلون ما في نياتهم أقوالا كي تحمل دستورا وقانونا وطنيا يحمي التراب والوطن والمواطن دون النظر إلى الديانة والأقلية والأغلبية. أيامنا قاسية، فلا مكان لنا من الإعراب في مسيرة الوطن، والأغلبية شيعية مسلمة، وأخرى سنية مسلمة، والثالثة كردية سنية فيلية، ثم التركمانية والشبك، ثم نحن من المؤسف أقولها المكونات، لأنني أنا لا أؤمن بالمكونات وأؤمن بالمواطن. نحن مواطنون وليس أقليات أو مكونات. من المؤسف هذه تقسيمات شعبنا، أين محلنا نحن؟ وهذا إقرار التاريخ ومسيرة الأيام وليس إقرار أشخاص، وكأنه مخطط إبادتنا، وما أكبره وما أقساه. والتاريخ مليء بالمؤامرات، وإن كان التاريخ نفسه ليس مؤامرة بل حوارا وتعايشا، فهم يبغون اليوم اقتلاع جذور المسيحية من الشرق باضطهاد مؤمنين علنا أو خفية بأشكال مختلفة. ولكن لنعلم أنه مهما كانت الصعاب ومهما زاد الظلم والاضطهاد، ستبقى المسيحية تبني جسور الحوار في كسر حواجز الاختلاف، وهذا ما يدعونا إلى عدم الهرب من الشر والألم، بل أن نقاوم هبوب العواصف وأمطار الشتاء وسيول المياه ورياح الاضطهاد وإطلاقة الحقد والكراهية. فلا نقبل أن نفنى ونموت، فإما أن نوجد كشعب أصيل، وإلا فلا حقيقة في مسيرة الزمن، لأن ماربولس ومتى يقول معركتنا ليست مع اللحم والدم بل مع الأرواح الشريرة. مهما تكن أيامنا قاسية فهي تدعونا إلى أن نغير ونعبر إلى الحافة الأخرى من جحود الإيمان وإيمان العاطفة إلى إيمان نابع من دماء الشهداء. كانوا أوفياء لنكون نحن أمناء، نحمل مسيحيتنا ليس على أفواهنا وليس على هويتنا في الأحوال المدنية، بل في عيش عمق رسالتنا ورسالة عمادنا. والمسيحية ليست انشودة وتنتهي، بل رسالة سامية تنشد: قد حل الولد المطلوب ضمن المذود فوق التبن. فنحن لسنا هنا للبكاء رغم الأيام الظلامية والجاهلية، ونحن لسنا خرافا، بل نحن ضمير الشرق نحمله في مسيرة حياتنا. نعم ونعم، أيامنا قاسية وقاسية، ومع هذا فالميلاد آت. إنه يسكن بيننا في مغارة خلف الكنيسة، في ولادته يثمر الرجاء ويزهر الأمل. حل بيننا لأنه أحبنا. فيه تم ملء الزمان، وليس زمان الأيام والساعات فقط، لكن زمان الحقيقة، حقيقة الخاص، واكتمل مخطط الله، فهو هو أمس واليوم وإلى الأبد، يقول ماربولس. نعم، سنبقى نحمل رسالة السلام والخير والغفران، سنبقى ننشد مع الملائكة: مجدا لله في العلا وعلى الأرض السلام
وفي الناس المسرة. مهما كانت أيامنا قاسية سيبقى الرجاء وافرا في مسيرتنا، وما إلى ذلك قلوبنا لا تخاف. إنه الرجاء، إنه الميلاد، إنه تجديد لإيماننا ولمسيحيتنا. فإشعيا النبي يقول: يولد لنا ولد نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هذه هي الحقيقة تنشدها سماء الحياة، ويبقى الوطن شاهدا لها. وما أجملها، فقد كتبناها بدمائنا شهادة بل إعلانا، وعبر تربة وطننا نعلن عمادنا ومسيرة إيماننا، نعلن حبنا الموعود بكلمات إنجيلنا، نعلن واسم حقيقتنا. إنها حقيقة المحبة. ما نحتاج أن نعزز علاقاتنا بين الإخوة المسيحيين والمسلمين واليزيديين واليهود والصابئة وكل المواطنين الآخرين، ونثبت حقوقنا في قانوننا ودستورنا أولا، ثم لا يجوز أن نهدأ أو نسكت أو ترهقنا الحياة. فالواجب أهم من أن نبقى نطرق أبواب الداعين للخروج من الأوطان. ما علينا إلا توحيد كلمتنا ومبدأ مسيرتنا وهدف غاياتنا، وما ذلك إلا لأجل أجيالنا الصاعدة هؤلاء الصغار. إيماننا ليس إلا بولادة طفل اسمه يسوع المسيح الحي، فكل يوم هو ميلاد، وكل يوم هو تاريخ مسيرة، وكل يوم رسالة تنمو وتزدهر في عقولنا وأفكارنا. فليبارككم طفل المغارة، ليبارك صاحب العيد بلدنا وشعبنا، رؤساءنا وحكامنا، ونطلب إليه حسب مشيئته أن يحل السلام والأمان في ربوع ديارنا من أجل عودة مهجرين إلى مدنهم وديارهم وقراهم. نعم وامين. ولد المسيح، هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح. ربنا يبارك على كلكم، أيامكم سعيدة. أهنئكم من كل قلبي، من فؤادي، من عمق كياني، أقول لكم ولد السلام بولادة المسيح. ربنا يبارك على كلكم، كل أيامكم أعياد. وأشكر بالمناسبة قناة العراقية السريانية ومديرة القناة التي تواجدت معنا مع أختها لحضور هذه الصلاة. شكرا للذين قاموا بتهيئة نقل هذه الذبيحة الإلهية عبر فضائية القناة العراقية السريانية. والرب يبارككم جميعا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وابنايا ونعلم مذبحك المبرر، فنادي الغفران لعبيدك من الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجيء جنسنا إلى الأبد. ابسط يا رب يمينك عين المنظور وبارك هذا الجمع الساجد لك، القابل جسدك ودمك الكريم وغفران الذنوب والصفح عن الخطايا لإسفار الوجه
أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم مخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس، على واهبيها وآخذها، على كل من تعب واشترك فيها. فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى الأبد. جسد المسيح. حل الولد المطلوب ضمن المذود فوق التبن، مولودا رائعا محبوب، معبودا فقط بالحسن. فلنجد أيها الشعوب قدام البتول البكر، ولنهديه كل القلوب بالحب البر والشكر. قد حل الولد المطلوب ضمن المذود فوق التبن، مولودا رائعا محبوب، معبودا فقط بالحسن. يا للأمر الثاني حقا، فهو الرب في المغارة. هلموا لنا يا خلقا، اصغوا للقصة السارة. قد حل الولد المطلوب ضمن المذود فوق التبن، مولودا رائعا محبوب، معبودا فقط بالحسن. جسد المسيح. 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 هذا هو اليوم السعيد، فلتفرح الشعوب به. أتى سعد المجيد ليغفر الذنوب، ليغفر الذنوب. هللويا هللويا هللويا. جسد المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. هذا هو اليوم العظيم وبهجة الأزمان، بالذي الوعد القديم برحمة الرحمن، برحمة الرحمن. هللويا هللويا هللويا. جسد المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. قد غدا الليل البهيم في وسط الليل المنير، فهو ذا صوت أخير يسمع من جمع كثير. المجد لله في الأعالي، المجد لله في الأعالي.
كلتنا سوا. المجد لك، المجد لك يا ربنا وإله إلى الأبد. المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الحي الغافر الذي شربناه للدينونة والانتقام، بل للحياة الأبدية ولخلاص جميعنا فارحمنا. رختي برختي شفاتي بالخالي شان لش ما خناودي داتو من حمونا دميتي صبر طبال قبيلي هللويا مدينان لو خلوهان يا ترويد مدينان لوهم قبلنان قيبوثون. لحظات شكر لرب السماء. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أنتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحيي ودمه الفادي. اجعلنا إذا نال لقبول حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طال أيام كلنا نتقوى لصنع ما يرضيك، فنرفع إليك الحمد والشكر إلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم ومع روحك. من بعد تناول هذا السر المقدس المعطى لنا، هذه الأسرار المقدسة التي وهبت، فلنحني رؤوسنا أمام الرب الرحيم، أمامك أيها الرب إلهنا. اللهم يا من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بإفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسراره المقدسة، احفظ واختم عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة، فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها، واجعلنا لا نعود إلى دنس اللحم والدم، فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد إلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارك يا سيد. فلنمضي بسلام باسم المسيح إلهنا. ننطلق. بارك. هالل 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 ومار هاليلويا خمو دلو يروع وثو بغو بثل حمزة زام هاليلويا خمو زمو. امضوا بالسلام يا إخوتنا وأحبانا، ونحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس ورافته مع الزات والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب، الموسومين بوسم العماد المقدس. فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم، وليصفى عن زلاتكم، وليرح أنفس أمواتكم، وليرأبي أنا العبد الذليل الخاطئ ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام أنتم فرحون ومسرورون، وصلوا لأجلي. أسجد لك يا ربي. يديك بجملتها وكل المجد للآب والابن والروح القدس.
كل أيامكم أعياد ولد المسيح. هللويا. يحفظ الله، يحفظ شعبنا، يحفظ وطننا، ويحفظ حراسنا، ويحفظ حكامنا، ويحفظ الجميع الطيبين من أجل هذا الوطن الجريح. وربنا معاكم، يوصلكم إلى بيوتكم بالسلامة والأمانة. تعبناكم. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 هللويا.